الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم الله. هذا شيعي يعقب على المقطع فيقول: أولا، أصحاب الأئمة أنفسهم لا يصفون الله بهذا الذي قلته، لأنه لو تقرأ الرواية محمد بن الحسن يقول: نحن نقول أنهم يقولون. شنو معود؟ وين رايح أنت؟ إن الله أجوف إلى السر وليس السرة، يعني ليس صاحب الطاق وهشام وميثم هم من قالوا هل فهمت؟ طبعا أنت اللي ما تفهم. لماذا؟ لأن الرواية هكذا تبدأ بالإسناد: عن إبراهيم بن محمد الخراز ومحمد بن الحسين قالا: دخلنا على أبي الحسن الرضا عليه السلام فحكينا له أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه في صورة الشاب الموفق في سن أبناء 30 سنة، وقلنا، أي إبراهيم بن محمد الخراز ومحمد بن حسين، وقلنا إن هشام بن سالم وصاحب الطاق والميثم يقولون إنه أجوف إلى السرة. إذن إبراهيم بن محمد الخراز ومحمد بن الحسن يقولون أن هشام بن سالم وصاحب الطاق والميثمي يقولون إنه أجوف إلى السرة أو إلى السرة، والبقية صمد فخر ساجدا لله المعصوم. يعني إذن الكلام عن من؟ عن صاحب الطاق وهشام، وليس مجرد نفي من صاحب الطاق وهشام وإلى آخره كما ادعيت. وبما أنك تدافع عن هشام بن سالم سأعطيك هشام الحكم وهشام بن سالم. انظروا هنا: عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم صمدي نوري معرفته ضرورة يمن بها على من يشاء من الخلق. فقال المعصوم، يعني سبحان من لا يعلم إلى آخره. يعني هشام بن الحكم يروي عن المعصوم أن الله كذا كذا، فإما أنه كذاب أو أنه والله ما أدري أو أنه صادق. فعندما ينقل هذا الكلام عن المعصوم دليل أنه يتبناه، أن الله عز وجل جسم صمدي نوري معرفته ضرورة. أيضا قضية هشام بن سالم، شاهد هنا معنى هذا الكلام: عن محمد بن حكيم قال: وصفت لأبي إبراهيم عليه السلام قول هشام بن سالم الجواليقي، وحكيت له قول هشام الحكم أنه جسم، فقال أي إبراهيم: إن الله تعالى لا يشبه شيء. وتلاحظون أن المعصوم أو المعصومين بشكل عام ما يبرئون هشام الحكم أو هشام بن سالم، بل على طول ينزهون الله عن المماثلة أو التشبيه أو يردون على كلامهم. فأنتم تلاحظون أن هشام بن سالم وهشام بن الحكم عندهم مشاكل في العقيدة. شاهد هنا مثلا يقول محمد بن الفرج قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة، فكتب أي أبو الحسن: دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان، ليس القول ما قاله الهشامان، اللي هو الصورة والجسم. فهذا يعني
تلاحظون أن هذه رواية مشهورة، فزعم أن الله جسم، هذا شيء معروف، هذا شيء معروف، أنهم لا ينزهون الله عز وجل، بل يقولون إن هشام بن الحكم زعم أن الله جسم ليس كمثله شيء. فالمعصوم ينزه الله عن المماثلة والتشبيه، ولا ينزه هشام بن الحكم ولا هشام بن سالم ولا صاحب الطاق ولا الميثمي ولا إلى آخره. وكل هؤلاء رواة الشيعة ورووا دين الشيعة، ويسمون الشيعة يعني رواة الثقات وما شابه ذلك. طيب هذه عقيدتهم في الله عز وجل، لماذا لا تكفرونهم؟ مثلا قول هشام بن جواليقي وما يقول في الشاب الموفق، ووصفت له قول هشام بن حكيم قال إن الله لا يشبه شيء، معصوم على طول ينزه. طيب هذول حكمهم إيش؟ يعني شيء غريب حقيقة يعني.